على طار المونديال، العراق عندما أخطأ الحكم هي قصة اليوم في أغرب الحكايات في تاريخ المونديال. بعد عودة العراق إلى كأس العالم من جديد، رجعنا لأول مشاركة في تاريخ أسود الرافدين بالمونديال، مشاركة ما زال كثير من الجماهير العراقية يتذكرون تفاصيلها حتى اليوم. البداية كانت في مونديال المكسيك 1986 في المباراة الافتتاحية أمام الباراغواي. حصل العراق على ركلة ركنية في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، تقدم اللاعب العراقي علي حسين لتنفيذ الركنية، وارتقى لها الأسطورة أحمد راضي موجها الكرة برأسه نحو المرمى. والغريب أن الكرة كانت ما تزال في الهواء، لكن الحكم أطلق صافرته معلنا نهاية الشوط الأول. وبعد لحظات قليلة فقط عانقت الكرة الشباك الباراغوانية وسط فرحة عراقية كبيرة، لكن الحكم رفض احتساب الهدف، قرار ما زال كثيرين يعتبرونه من أكثر القرارات التحكيمية إثارة للجدل في تاريخ مشاركات العراق بكأس العالم. لكن الحكاية ما انتهت هني، ففي المباراة التالية أمام بلجيكا ارتكب المدافع العراقي غانم عريبي مخالفة قوية على النجم البلجيكي إنزو شيفو. الحكم الكولومبي خيسوس دياز أشهر البطاقة الصفراء، لكن في وجه اللاعب الخطأ. اعتقد الحكم إن باسل هو من ارتكب المخالفة. باسل غورغيس شعر بالظلم وصفق للحكم بسخرية واستهزاء اعتراضا على القرار، لكن الحكم لم يتقبل هذا الشيء وأشهر البطاقة الحمراء مباشرة في وجه اللاعب العراقي، ليغادر باسل الملعب في الدقيقة 52 بسبب مخالفة لم يرتكبها أساسا. وهكذا بين هدف لأحمد راضي دخل المرمى ولم يحتسب، وطرد لباسل غورغيس بسبب خطأ ارتكب لاعب آخر. عاشت العراق واحدة من أكثر المشاركات إثارة للجدل في تاريخ كأس العالم، واليوم وبعد 40 عام تقريبا يعود أسود الرافدين إلى المونديال من جديد، وراح تكون البداية من أمام النرويج. فهل ينجح هذا الجيل في كتابة ذكريات أجمل من ذكريات مونديال 86؟ على طار المونديال لنا حكاية أخرى.